الخير والعافية، شلونكم عيني حبايبي؟ إن شاء الله كلكم بخير بصحة وعافية وسلامة. عيوني حبايبي، طبعا البارحة باللايف اشتغلت وياكم هذا الطرشي، واشتغلت الطرشي السريع اللي قلت لكم يجهز ب10 دقائق. وهذا الطرشي هذا يجهز يعني مدة يومين أو 24 ساعة. طبعا هذا اشتغلته البارحة بال9:30 بالليل، إن شاء الله اليوم بال9:30 بالليل يكون جاهز. تمام عيني. هسه تقولون هذا شلون اشتغلتي؟ طبعا انا هذا منزلته فيديو حبايب، وهم اقول لكم الطريقه. طبعا غسلت الخيار والجزر وقطعته، خليته بالشيشه بدون سلق بدون اي شيء. شنو ضفت عليه؟ ضفت عليه ثوم مقطع، وخليت له نص قلاص خل ابيض طبعا، وخليت له خاشوقتين ملح، خاشوقه شكر، نص خاشوقه لمندوزي. ما خليت له اي بهارات. بعد هاي تبقى انتم بكيفكم، تريدون تضيفوا له بهارات صبغ اللوزينه كركم، بعد يبقى بكيفكم. هذا هيجي راح يصير لنا مثل طرشي اللي يبيعوه بالمحلات. تمام عيني. اما بالنسبه هذا الطرشي السريع، هذا 10 دقائق تقدرون تاكلوه. يعني مثلا انتم اجاكم خطار او اشتهيتوا الطرشي او سويتوا اكله يحتاج وياها طرشي وما عندكم طرشي، فايش راح تسوون حبايب؟ هذا الخيار تشوفون انا شلون غاسلته ومقطعته، وهاي هنا عندي شنو؟ عندي مي 4 أكواب مي. هسه تقولون احنا شلون نعرف قياس الخيار والمي؟ المي يغطي لي الخيار حبايب. هذا المي شنو راح اضيف عليه ال4 أكواب مي؟ راح اضيف عليه نص قلاص خل ابيض. تمام عيني. هاي هنا شنو عندي؟ عندي خاشوقه مال اكل ملح، نص خاشوقه شكر، ربع خاشوقه لمندوزي، كاري، كركم، كزبره مطحونه، صبغ اللوزينه. وبالنسبه للبهارات حبايبي لا تتقيدون بالبهارات، عيوني انتو الجود من الماجود. اذا حتى لو بس كركم تخلون يصير طيب، حتى لو ما تخلوا له اي شيء هم يصير طيب. ليش؟ لان احنا راح نخلي له ثوم وكرفس، يعني هو بس طعم الثوم والكرفس ينطي طعم، وبعد انتو يبقى بكيفكم. واذا موجود عندكم بهارات مال طرشي تقدرون تخلون. تمام عيني. هسه هنا شنو عندي حبايب؟ هاي هنا عندي ثوم وكرفس. بالنسبه للكزبره، هاي الكزبره حبايب العفو، يعني الكزبره تقدرون تخلوها ويا الطرشي حتى وهي حب يصير. هسه انا ايش راح اسوي عيوني؟ راح اخلي هاي البهارات على هذا المي هي والخل، وراح افوره وارجع لكم. عيوني حبايبي، طبعا ضفت الملح والشكر واللمندوزي والبهارات على المي وخليته على الطباخ مثل ما تشوفون. هسه فار عندي، راح اخلي الخيار وارجع لكم. عيوني هاي الخيار خليته بس يتغير اللون عندي مال الخيار، يعني يصير لونه اصفر، اطفي الطباخ. يا حبايبي هاي بس صار عندي بهالشكل، هذا اللون مالته، طفيت الطباخ. هسه اني شلته من الطباخ. هنا شنو مخليه بالنجانه؟ مخليه ثلج. هسه ايش راح اسوي؟ شوفوا حبايب، شوفوا شنو راح اسوي حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. راح اخليه على الثلج، تشوفون عيني. راح انتظر يبرد وارجع لكم. ليش خليته على الثلج حبايب؟ راح نوقف عملية الاستواء، يعني الثلج راح يبرده إنه. تمام عيني. حتى لا يستوي بعد أكثر ويصير لين عندنا. شوفوا شلون صار حبايب. هاي احنا شنو الفايدة الثلج بنخليناه؟ راح نوقف عملية الاستواء. تمام عيني حبايبي عيني. وهاي الطرشي كمل مثل ما تشوفون، ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. شوفوا عيني. وانتوا حاولوا حبايب لا تأخروا على النار حتى لا ينمرد عندكم. شوفوا عيني. وهذا اللي اشتغلته وياكم البارحة باللايف، وهذا ان شاء الله اليوم راح يجهز. عيوني حبايبي، ان شاء الله اكون فدتكم بهذا الفيديو من كل الفيديوهات اللي اقدمها لكم، وارجو منكم المتابعة والمشاركة وتعليقاتكم ولايكاتكم الحلوة. تحياتي لكم ومع الف سلامة.